العيال نفسي بجد، نفسي العيال الاهلاويه اللي طالعه النهارده بالاخص تقول لك اصل جمهور الزمالك بياخد دعوات وفلوس من الاداره وبيحضر ببلاش علشان خاطر هو بيقبض. احنا انا عن نفسي لسه كابتن حسين لبيب مكلمني من نص ساعه، باعت لي 1000 جنيه تمن التذكره والمواصلات والفطار والسحور. قال لي يلا دلع نفسك يا عم، شبك نفسك بالميت يعني. واخد بالك انت ازاي؟ حتى طلبت منه تمن العصير، قال لي ادفعه من جيبك بقى. يعني انت يا سيدي شخص، او انت عندك اداره مش مهتمه بيك، مش مهتمه بالجمهور، ما بتسمعش كلامك، لعيبه ما بتهتمش بيك ولا بتهتم بكلامك. انت لاعب على ذمه النادي الاهلي يقول لك احنا الجمهور السوشيال ده ملوش لازمه، وده فيها معناه وده الصح يعني، وده اللي هو انا اللي يهمني جمهور الملعب، جمهور السوشيال ده لجاء. انت اتقلع، انت خلاص، انت اللي طلعت على نفسك في قصه النكو الجان اصلا. تمام. واللعيبه، لا اللعيبه بتحترمك، لا الاداره بتحترمك، لا حتى الاداريين في الجهاز الفني مثلا ان هم بيحترموا ولا حاجه. ومع ذلك الناس اللي بتروح كتر خيرها ان هي بتروح وبتملى الملعب على قد ما تقدر. بيملى على مثلا ربع الملعب، نص الملعب، ضمن الملعب، بيملى زي ما بيملى على حسب التذاكر بتاعته في انهي ملعب. ولكن ما تجيش بقى لما انا بروح وماشي والناس بتروح وبتعافر وبتشجع، واللي بيسيب فلوس شغله واللي بيصرف واللي بيعمل واللي بيخلي واللي بيسوي، وتقول لا اصل انت بتاخد. يا سيدي يا ريتني بقبض. انا لو بقبض من حسين لبيب ولا من نادي الزمالك كل ماتش عشان اروح الماتش، انا هشتغل ليه؟ ما انا اروح شغلتي، اروح الماتشات واشجع بقى طالما هو كده. يا سلام، انا ليه اشتغل وليه اريح اتعب نفسي؟ لكن حضرتك انت زي ما انت ما شايف ان انا بقيت جامد قوي في الحته بتاعت انت بقيت بتشجع وبتعمل دخلات وبتعمل كذا وبتروح وبتملى الملعب. ماتش في الدوري عادي عاملين 2 دخلتين دبل، ماتش عادي قدام فريق الاتحاد، ماتش عادي جدا، ما نهائي افريقيا ولا نهائي كونفدراليه ولا ماتش اهلي وزمالك ولا ماتش اهلي وبيراميدز ولا ماتش في نص النهائي ولا ماتش مناسبه، ماشي، ولا ماتش مناسبه، هو ماتش عادي. طالما انت شايفني جامد في الحته دي وكويس، اعمل زي سهله اهي، اعمل زي ما ده اللي انا بقوله من زمان على كل حاجه، بقوله على كل حاجه. مثلا يقول لك اصل الاهلي بيسرق، طب ما نسرق احنا كمان يا جدعان طالما الدنيا مفتوحه كده. شايفني جامد في حاجه يا صاحبي، اعمل زي روح يا عم اشتري جماهير واشتري ناس، لكن ما تقعدش تحنيك. ها